مرحبا بكم أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم اللاعب الخفيف محمد نور عزيز. جيتكم في فيديو جديد بأقوى خدعة أصدقائي. كتير هي الخدعة متأثرة يعني أصدقائي، يعني بتأثر بالشغل اللي تحترم له هي الخدعة. أصدقائي مثل ما كنتم شايفين هالورق كله مختلف، ما في أي ترتيب. عن خطوة قدامكم مثل ما كنتم شايفين، مش هتقولوا في أي ترتيب أو أي شك أو أي شيء أصدقائي. مثل ما شايفين عن خطوة ورق أصغر. راح اختار أي كارت عشوائي من الصورة. على سبيل المثال اخترنا هذا الكارت. هذا الكارت إذا شفناه هنا بكون هو كلات الزهر، طبعا لأنه قلبنا الكارت وشفناه اللي هو كلات الزهر. طيب أنا هالشي طورته، راح أختار أي شي، راح أختار أي كارت، عفوا شي طورته. يعني راح أختار مثلا هالكارت بدون ما نشوفه فينا نعرف الكارت؟ مستحيل. بما أنا طورته راح أعرف الكارت. راح أتخمن مثلا بقول 8 ديناري، هيطلع 8 الديناري. ممكن تقولوا لي هاد جزء يكون توقع او اي شيء. راح اختار كمان اي كارت مرة تانية، مثلا اسهل هالكارت كمان ما حدا بيعرف ايش هو كارت، ولا حتى انا شفته. هالكارت كمان بتوقع 10 الكبة، بتخمن يعني بتوقع الكارت هيطلع 10 الكبة مثل ما كنتم شايفين. ممكن تقولوا لي خدعة صدفة، يعني تمام أول مرة نكون صدفة، بس تاني مرة مو مستحيل. ثالث مرة راح أقطع الورق، راح أقطع الورق بهالشكل. راح أشوف هالكارت، طبعا بدون ما نشوفه كمان راح أعرفه هو 2 البستوني. زي شايفين 2 البستوني. بقوا شايفين أصدقائي، راح كمان اختار أي كارت. مثلا على سبيل المثال اخترنا هاد أول كارت مثلا اللي هو قص الزهر. قص الزهر راح نضيفه هنا مثل ما شايفين. أنا بقول هالكارت راح يتحول لشاب الديناري، مثل ما شايفين تحول لشاب الديناري. أصدقائي كمان هاي خدعة من تطويري، أنا طورت هاي الخدعة. إذا بدكم فيديو تحطوا تعليق ولايك وتشتركوا بالقناة. بحبكم كتير، سلام.